هنعمل مع بعض النهاردة فراخ مشوية في الفرن مع البطاطس بتتبيلة جديدة جميلة ورائعة. حضرت بقى كيلو ونص من أوراق الفراخ كده، غسلتهم كويس وفتحت لهم فتحات عشان أدخل التتبيلة في الفتحات الفراخ ديت. طبعا الفراخ بتاعتي غنية بالبروتين اللازم لبناء عضلات الجسم. هعمل بقى التتبيله. هحضر اول حاجه فيها نص فنجان من الليمون. انا مش بستخدم الليمون بس كده عشان هو طعمه حلو ومزز، لا ده بينظم عمليه الهضم وكمان بيساهم في علاج اضطرابات المعده لانه غني بالالياف الغذائيه وغني بفيتامين سي. هاخد بقى كمان معلقتين من دبس الرمان. طبعا دبس الرمان دوت مفيد جدا في علاج امراض الفم واللثه، ده غير انه كمان بيساعد في عمليه الهضم خاصه هضم الاشياء الدسمه. خدت معلقتين كده وحطيت فصوص من الثوم طبعا عشان اعلي المناعه، ولو في زيت زيتون يستحسن طبعا يبقى افضل، وده فنجان من الزيت العادي. حطيته كده وهبدأ احط معلقتين او 3 من الصلصة على الحاجات دي كلها واقلبها كويس، واجهز بقى التوابل بتاعتي. طبعا هقلب كويس الحاجات دي كلها في بعض. معايا مجموعة من